السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وإخواتي الغاليين، يا رب تكونوا بخير. معادنا النهاردة إبطال مع قاعدة مهمة جدا موجودة عندي أولى تانية تالتة ثانوي. القاعدة بتاعتي يا أبطال النهاردة هنتكلم فيها بكل ما تحتوي. القاعدة بتتكلم على الادجكتيفز والادفيرب، الصفات والظروف أو الأحوال. مبدئيا معظمنا بيتلخبط، يا مستر الصفة بستخدمها امتى وازاي ومكانها فين، والظرف بستخدمه امتى وازاي ومكانه فين. هنعرف الكلام ده واكتر باذن الله مع بعض، بل وهنطبق عليه. بس عايزك تبقى مركز، الهاند فري بتاعتك اقفل اي مشتتات ليك هتلهيك عننا، وامسك القلم بتاعك والنوتس بتاعتك ويلا بينا نقول بسم الله. وطبعا زي ما احنا متعودين انت هيبقى عندك جزء خاص بالحل اثناء الشرح باذن الله بعد ما اخلص الشرح، وهيبقى في فيديو تاني خاص بالحل فقط. فيلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول جزء عندي يا ابطال هبدا اتكلم فيه اللي هو الصفات. اول حاجه يا حبايب قلبي، واحد يقول لي يا مستر الصفه يعني ايه؟ اقول لك يا باشا الصفه اللي احنا دايما بنقول عليها الادجكتيف. ها، وبالتالي يلا بينا نعرف امتى بنستخدمها. اول حاجه في استخداماتها يا حبايب قلبي، اول حاجه في الاستخدامات هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنمشيهم جزئيه جزئيه كده علشان ما يبقاش فيه اي قلق بالنسبه لنا. عارفين طبعا ان الصفه بتيجي قبل الاسم اللي احنا بنوصفه، فبالتالي الاسم ده بيقال عليه اسم موصوف. اسم ايه يا جماعه؟ اسم موصوف. يبقى اول حاجه بتيجي قبل الاسم الموصوف. انا عايزك ماشي واحده واحده معايا كده، وما تقلقش من اي حاجه، احنا مش هنسيب جزئيه لما نحللها باذن الله. يعني لما اقول لك هنا مثلا هنا ايه، شي بوت، هي اشترت شنطه جديده. انا بوصف الشنطه هنا، اقول لك هنا ايه؟ بص على الجمله دي، she bought a new bag. واحد يقول لي يا مستر هو فين الاسم الموصوف؟ ما هي الشنطه دي اللي بوصفها ان هي يا حبايب قلبي ان هي جديده، صح ولا غلط؟ لما اقول لك هنا مثلا هنا ايه، she met، هي قابلت مثلا طالبه ذكيه، يبقى she met a، ركز كده، clever student. هي قابلت طالبه يا جماعه طالب ذكي او طالبه ذكيه. يبقى هنا الاسم اللي وصفته كلمه student، وصفته ان هو ايه يا جماعه؟ very clever. ده رقم واحد. طب رقم اتنين يا مستر احمد، فاكرين كلنا فيرب تو بي اللي هو كان ام او از او ار او ووز او وير، الحاجات اللي احنا عارفينها. برضو بص معايا كده يا شباب، عندي هنا فيرب تو بي لما بيجي لي في الجمله بقدر استخدم بعده بعد فيرب تو بي. ازاي يا مستر احمد بعد فيرب تو بي؟ يعني على سبيل المثال لما اقول لك هنا ايه، she is a lazy girl، هي تكون بنت كسولة. فين الصفة يا مستر أحمد؟ كلمة lazy جت بعد إيه؟ جت بعد verb to be، صح ولا غلط؟ طب لو أنا هتكلم على ناس جمع مثلا يا مستر، أقول لك ثواني تعالى لي، they are active. عايز تزود بعدها اسم زود، مش عايز تزود اقول لك ان انا هنا اكتفيت ان انا جبت كلمة active كادجكتيف كصفة، جبتها بعد ايه يا جماعة؟ بعد verb to be. طيب دي تاني حاجة. يبقى اول حاجة اتفقنا ان الصفة بتيجي بعد الاسم، تمام؟ قبل الاسم الموصوف، او ممكن تيجي بعد verb to be. خلي بالك ان الصفة بتوصف الاسم فقط، او ممكن توصف ضمير يعود عليه زي هي او شي او ات او وي او يو او زي او خلاف. وركز عشان الصفات لها اشكال، والصفات لها اماكن، والصفات بتوصف حاجات معينه زي الاسم فقط، انما الظرف له اكتر من حاجه بيوصفهم. طيب تالت حاجه عندي يا جماعه، انا هنا خلصت نمبر 2، يلا بينا كده نخش على رقم 3. بص يا سيدي، عندك الحال. ايه يا مستر الحال ده؟ ممكن تيجي هي بعد الحال. ازاي يا مستر بتيجي بعد الحال؟ ما تديني مثال، صلي بينا على النبي. لما اقول لك انا رجعت من الشغل فقلت لك هنا ايه، we are، ركز معايا كده، very tired. ايه الحل هنا؟ انا هنا قلت لك وي ار، نحن نكون، ادي الفاعل، ادي الفاعل، ادي الصفه بتاعتي. انا ممكن اقول لك وي ار تايرد، نحن متعبون. بس انت جبت لي الظرف هنا كلمه فيري، خلي بالك ودي هنتكلم فيها فيما بعد، ان فيري هنا جت بمعنى ادفيرب كظرف بتوصف الصفه اللي بعد منها. يبقى الظرف بيجي قبل ايه يا جماعه؟ قبل الصفه، ويوصف صفه معاه، والصفه بتيجي بعد ايه يا جماعه؟ بعد الظرف. ده تالت حاجه معانا النهارده. طب يا مستر رابع حاجه، صلوا بينا على النبي. كلنا فاكرين يا جماعه الكلمه او الكلمات اللي احنا خدناها زمان زي كلمه تيست مثلا اهو، فاكرين كلمه تيست وكلمه فيل وكلمة مثلا سميل، يشم او يتذوق، وكلمة مثلا تانية زي كلمة تاتش اللي هي فاكرين اللي كنا بنقول عليها الحواس. الحاجات دي كلها وخلافها كتير كمان. وكلمة مثلا زي اللي كانت بتقابلنا في الاعدادي كلمة سيم، وكتير جدا منها. الحاجات دي هوريها لكم في الملف الPDF بتاعنا، كنا بنعمل ايه في الحاجات دي.
الحاجات دي لو جات لي بعدها صفه يا ترى معناها بيبقى ايه؟ تعال نبص بالمثال. لما اقول لك ذا كيك، ركز معايا، tastes delicious، ركز الصفه جت فين. اقول لك هنا مثلا this، مثلا موبايل، الموبايل ده feels smooth، ناعم. تمام. ايا كان بقى الحاجات الباقيه دي كلها، ايه غرض الكلام هنا يا مستر احمد؟ ركز معايا. انا جيت جبت لك هنا الكلمه اللي انا قلت لك عليها زي كلمه تيست او فيل او سميل، وجبت لك بعدها هنا الايه؟ الادجكتيف بتاعتي، الصفه. طب الكلمات دي بيبقى معناها ايه يا مستر احمد؟ بيبقى معناها يبدو. زي ايه؟ بص المثال ده كده كمان معايا حبايب قلبي. لما اقول لك ايه؟ علي seems tired. يعني ايه يا مستر احمد؟ سيم هنا يعني سيم هنا معناها ان علي، ركز معايا، يبدو مرهق او يبدو متعب. يبقى في الحاله دي احنا خدنا تالت واحده يا جماعه، اللي هي الكلمات زي كلمه سيم وكلمه فيل وتيست وسميل وتاتش، والافعال دي كلها لما بيجي بعدها الادجكتيف بيبقى معنى الكلمه دي اتغير، بمعنى يبدو، ملمسه كذا، طعمه كذا، مذاقه كذا وخلافه. دي كانت بالنسبة لرابع حاجة معانا. طيب عندي في حاجة يا جماعة رقم 5، الضمائر. خلي بالك هي اسمها الضمائر الغير محددة. واحد لما اقول له كلمة ضمائر غير محددة يقول لي يعني ايه ضمائر غير محددة؟ لما اقول لك يا حبيب قلبي كل واحد فيكم يا اولاد وانتوا قاعدين في الفصل كده هيعمل كذا، هو انا بتكلم على مين فيكم؟ قلت له يا مستر كل واحد. طب انا حددت هو مين كل واحد؟ قلت لي لا. تمام، يبقى هنا كل واحد everyone و everybody. بص العيله الكريمه بتاعتنا، الناس طبعا اللي معانا في السنتر عارفاها، لما كنا بيقولوا لنا ايه؟ every one، everybody. لما كنت بقول لك هنا no one و nobody، الناس دي كلها و someone، الحاجه الضمائر غير محدده دي كلها عامه ايا كانت هي ايه، علشان ما نقعدش ايه نطول عليكم. لما بيجي لك حاجه زي كده everyone او everybody someone و somebody، الضمير المحدد نركز النقطه بتجي لي في الامتحان ازاي. بص يا شباب، لما اقول لك هنا مثلا هديك مثال عليها قبل ما اشرحها لك. I met وجاب لك someone important ولا I met important someone؟ اقول لك ثواني يا مستر احمد، هي لها قاعده طبعا. اذا كان هي جت هي بقى، بص معايا، ادي الصفه اعمل لك عليها سيركل بالاخضر، جاب لك هنا كلمه important مره في الاول ومره جابها لك فين يا جماعه؟ جابها لك في الاخر. عمرك قابلت ان بقول لك هنا someone important ولا important someone؟ اقول لك يا مستر، تقول لي يا مستر انا عمري ما شفت ان الصفه بتيجي قبل الايه، عمري ما شفت الصفه بتيجي في الاول. امال الصفه بتيجي ازاي؟ الصفه بتيجي بعد، خلي بالك الصفه بتيجي ايه يا جماعه؟ بعد الضمائر الغير محدده. يعني معنى كده يا مستر احمد الجمله الاولى صح، الجمله الثانيه غلط تماما. سهل ولا صعب يا شباب؟ يا رب نكون فهمنا الخمس اجزاء اللي احنا اتكلمنا عليهم. طيب في كام بوينتس كده ملحوظه صغيره عايز اتكلم مع حضراتكم فيها. هل يا شباب الصفه ينفع نجمعها؟ يعني ايه نجمعها يا مستر؟ يعني لو سيادتك قلت لي هنا كلمه او جمله زي كده، بعض الملحوظات بقى كده خلي بال سيادتك معايا. لو انا جيت قلت لك على سبيل المثال علي is clever، علي يكون ذكي، ماشي شكرا. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك مثال تاني، علي and نهى، علي ونهى، طبعا ده جمع هيبقى ار. هقول لك هنا يا مستر احمد هخلي كلمه كليفر هم جاي اضيف لها اس. اقول لك ليه؟ تقول لي اصل يا مستر احمد علي بقى، علي ونهى جمع نجمع بقى. اقول لك لا 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 لا، انت كده ايه؟ انت كده غلطان. بص يا حبيب قلبي، الاسم بتاعي هنا يا شباب، الاسم بتاعي هنا يا ابطال، نغير لكم اللون. الاسم بتاعي هنا لو جمع او مفرد الصفه ما بتجيش يا جماعه ايه؟ الصفه لا تجمع. الصفه ايه؟ لا تجمع. امال ايه يعني؟ بتيجي مفرد، بتيجي مفرد زي ما هي مفرد او جمع الفاعل، هي الصفه لا تجمع ولا تنفرد. طب يا مستر احمد هل نوت دي لتر ايه، هل في الاسم بتاعي ينفع احط قبل منه اسف الصفه بتاعتي ينفع احط قبل منها او ان؟ تقول لي ازاي؟ هي صفه بتيجي معاها او ان، هو ده اسم. اقول لك بيجي معاها قبلها او ان. ازاي يا مستر احمد؟ بص يا سيدي الناس انت وهي، لو جيت قلت لك هنا ايه، مثلا انت جبت لي اسم قبلها. يعني ايه جبت لي اسم قبلها؟ يعني جبت لي اسم قبل الصفه. اقول لك هنا مثلا هنا ايه، he is a، ركز معايا، good boy.
هو انت عملت هنا ايه؟ مش هنا في ادي الصفه بتاعتي؟ طب انت جبت لي معاها قال ايه؟ اقول لك لان هنا في ايه؟ اسم جه بعدها. يبقى لو في اسم مع الصفه في الحاله دي نقدر نحط او ايه يا جماعه؟ او ان. طيب يعني بقول لك هنا مثلا it was، هديك مثال كمان نقول لك هنا ايه؟ it was مثلا an نقط فيلم. خلي بالك هنا هتختلف على ايه بقى؟ الان هنا طبعا بتيجي قبل الصوت المتحرك، تمام، الفاولز. فاقول لك هنا it was an interesting film، انه كان فيلم يا جماعه، فيلم ممتع. عايز اوصل لك ان اقدر اجيب الآ والآن والذا قبل الصفة. بس هنا الآ والآن هجيبهم ازاي يا مستر أحمد؟ ادي هنا استخدامات الايه؟ الآ والآن بتيجي لو كان في اسم بعد الصفة. طب امتى يا مستر أحمد استخدم الذا مع الصفة؟ شوف انت عمال يا مستر أحمد تدحرجني وتقول لي قاعدة سهلة، والله قاعدة سهلة. احنا ماشيين واحدة واحدة مع بعض اهو، مفيش مشاكل. امتى بنستخدم الذا؟ وخليك بعد اذنك انا كل حاجه بعملها خد السكرين منها كده، او رجع الفيديو خد سكرينات من الحاجات اللي انت شايف مهمه قوي بالنسبه لك، او اكتبها ورايا زي ما احنا متفقين. بصوا يا حبايبي، رقم 3، هل يا مستر احمد نقدر نستخدم ازاي مع الصفه؟ اقول لك طبعا. ازاي؟ بص يا سيدي، لما اقول لك هنا ايه؟ we all should help poor، يجب جميعا أن نساعد الفقراء. بس خلي بالك ده كلمة بور هنا صفة بمعنى فقير، وجودها هنا كده تحس إن الكلمة عريانة، لازم أحط لها حاجة لا قبلها لا بعدها. ودي طبعا عندنا حاجة نقطة مهمة جدا لازم نبقى نعرفها. طب يا مستر أحمد أنا عايز أحط حاجة تخليني الصفة هنا جمع، أقول لك إيه؟ في الحالة دي يا جماعة لو جبت الصفة حطيت قبلها ذا أصبح معناها زبور، يعني الفقراء. يبقى we all should help the poor، يجب جميعا علينا مساعدة الله يا جماعة الفقراء. ده كده عايز اوصل لك بوينت صغيرة على كلمة الفقراء. واحد فيكم يقول لي يا مستر احمد هو احنا ينفع نستخدم زبور دي نشيلها وتساوي حاجة تانية؟ طبعا. ايه هي؟ بص يا ابطال، تجيب لي كلمة بور ومعها كلمة ايه يا حبايبي؟ بيبل، يبقى دي بتساوي دي. الله ينور عليكم. في مشكلة في اللي انا بقوله؟ طيب دي كده كانت النوت لتر بي. هناخد النوت لتر سي في الصفات، تمام، عشان نقفل الصفة بكل ما فيها ونبدأ نخش نشوف ايه يا جماعة؟ الادفيرب، الظرف بتاعنا. يا مستر احمد انا خدنا حاجة قديمة في الاعدادي، كان الصفة ساعات، ركز معايا كده، ادي الادجكتيف بتاعتي، احيانا يا ابطال كان بيضيف لها اي دي، احيانا كان بيضيف لها الاي ان جي. يعني على سبيل المثال لما اقول لك هنا ايه؟ it was an نقط فيلم. يا ترى يا مستر احمد هجيب هنا it was an اقرا كده interesting film، ولا اقرا interested film؟ اقول لك هعرفها ازاي؟ صلوا بينا على النبي. اول جزئيه عند حضراتكم عايزك تفهمها لي، ان هنا هكتبها لك، الاي دي بتيجي امتى والاي ان جي بتيجي امتى؟ الاي دي يا حبايب قلبي بتيجي لما يبقى ده، اقرا، المسبب له الصفة، والاي ان جي مع اتمنى ان الخط يبقى عاجبكم والخط مقري. الاي دي مع المسبب له الصفة، والاي ان جي مع المسبب للصفة. يلا نفهمها بالفلاحي علشان احنا دماغنا ما هيش مستوعبة كل الكلام الكتير ده. الفيلم احنا اتفرجنا عليه انا وانتوا في السينما، الفيلم كان رائع، احنا استمتعنا، الفيلم كان ممتع واحنا استمتعنا بالفيلم. يبقى الفيلم لما كان الفيلم ممتع هو اللي سبب صفة المتعة، فبالتالي حطينا له اي ان جي. احنا لما احنا استمتعنا بالفيلم كنا احنا الصفة دي سببت لنا، فاحنا مسبب لنا الصفة، فبالتالي حطينا لها ايه يا حبايب قلبي؟ اي دي. يبقى هنا تاني الصفة بتاعتي امتى احط لها الاي دي وامتى احط لها اي ان جي؟ الاي دي مع المسبب للصفه، الاي ان جي مع المسبب له الايه يا اولاد؟ المسبب له الصفه. طيب دي كانت النوت لتر سي. عندي كمان نوت صغيره خالص اخيره هتكلم فيها مع حضراتكم على الصفه، وبعد كده هسيبكم مش هنتطرق ليها، هنبدا نشرح جزئيه تانية. صلوا على النبي. هو يا مستر احمد الصفات لها كم شكل؟ اقول لك بص، الصفه لها شكلين، الشورت adjective واللونج adjective. ازاي؟ الشورت adjective الصفة القصيرة، جميل كده، وطبعا ديت اللي هي بتتكون من وان سيلابس، مقطع واحد. يعني مش فاهمك يا مستر؟
يعني لو جيت قلت لي هنا مثلا كلمه زي كلمه bad، كلمه زي كلمه short، كلمه زي كلمه tall، انت رميتها مره واحده من بقك، ما قعدتش تجزئها لي عشان تنطقها. انما لما تيجي تقول لي صفه زي كلمه ايه بقى، بص كده، dangerous، interesting، ايه الحاجات دي؟ انت عمال تقطع interesting، wonderful، amazing، exciting، interesting، dangerous، وهكذا، صح؟ فبالتالي دي اسمها long adjective، واللي بقى التانية اسمها short. معذرة ان احنا كتبنا short، نصححها short adjective. طب بتحتاج الحاجات دي؟ هنحتاجها في اليونت اللي جايه باذن الله، الشورت ادجكتيف واللونج ادجكتيف. اتمنى تكون انت الدنيا بالنسبه لك واضحه، مفيش اي فيها مشكله. راجع معايا اللي احنا قلناه تاني، اعمل بوز للفيديو وراجع الحاجه اللي احنا قلناها علشان تقدر تظبط الامور بالنسبه لك واحده ورا التانيه، ما يبقاش في اي مشكله معاك قبل ما نخش على ستيب اللي عليها الدور. نبدأ نشوف يا شباب مع بعض بقى الجزء اللي عليه الدور بالنسبة للقاعدة بتاعتنا، اللي هو الادفيرب، الظرف. صلوا على النبي. الظرف يعني ايه يا مستر احمد؟ والظرف ده علشان ده حواراته كتيرة، حاجة بتاع حوارات كده. الادفيرب، الادفيرب بيتقال عليه ظرف او حال. ظرف او يا جماعة حال الشخص. له اكتر من ظرف، حال وظرف طريقة وظرف درجة وظرف مكان وظرف زمان وظرف تكرار، له اكتر من شكل. والحاجات دي كلها هنديك امثلة عليها، مش هسيبك غرقان في حاجة ولا عندك اي استفسار باذن الله. ولكن صلي بينا على النبي قبل اي شيء. الظرف بنعرفه ازاي؟ مبدئيا الظرف يا حبايبي بيجي مع 4 اماكن معروفين، لو انت مش عارفهم هتبدا معايا ستيب باي ستيب وتعرفهم. اول حاجه ممكن يجي في اول الجمله، زي ما اقول لك هنا مثلا، بص معايا كده سريعا، اقول لك هنا ايه؟ luckily علي has won the match، يعني لحسن الحظ علي فاز بالايه يا جماعه؟ بالمباراه. او ممكن اجيب لك الظرف ده في اخر الجمله عادي جدا، تمام؟ يعني بقول لك علي has won the match luckily او fortunately، ايا كان، لحسن الحظ، unluckily، ايا كان، فده ظرف بيجي في اول الجمله. طب الظرف اصلا بيستخدم ليه يا مستر احمد؟ الظرف يا شباب بيستخدم عشان يوصف الفيرب، يوصف الفعل، يوصف طريقتك لعمايل الحاجه. خلينا اشرحها لك بالبلدي وبعد كده تبدا تقول لي يا مستر احمد انا فهمتها، اديني عليها مثال. انا تعبان طول النهار، فانت جيت قلت لوالدتك ده بابا تعبان طول النهار، انت كده وصفته. انما لو انت جيت قلت لي بابا بيعمل بجد، يبقى انت وصفت الطريقه اللي بيشتغل بيها. وخلي بالك في الكلام اللي بقوله لك عليه اسئله كتير جدا هنشوفها في الفيديو التاني في الحل، هتوقعني لو انت ما ركزتش في فهمها بالعربي. بابا يعمل، هي بتغني بشكل كذا، الولد الصغير بيبكي بصوت مش عارف ايه، هو يبتسم بسعادة. انا بوصف الطريقة اللي هو بيعمل بها الشيء. فبالتالي لو انت بتوصف طريقة عمل حاجة، بتوصف الفعل، فسيادتك بتتكلم على ظرف مش على صفة، فهتنزل تختار ظرف. اتفقنا؟ يلا بينا نبص على تاني حاجة عندي. اول حاجة اتكلمت مع حضراتكم فيها اللي هو بيوصف ايه يا جماعة؟ بيجي في اول ايه؟ بيجي في اول الجملة. تاني حاجة يا ابطال عايز اتكلم عليها اللي هو بيجي بعد الفيرب الاساسي اهو، بعد الفعل اللي هي يا جماعة الاساسي للجملة. يعني ايه يا مستر محمد بعد الفعل الاساسي؟ يعني لو جيت قلت لك هنا مثلا علي swims مثلا فاست، عليه بيعوم بسرعة او بيعوم كويكلي، ايا كان. اقول لك هنا مثلا هنا ايه؟ she works، هي تعمل، hard، هي تعمل بجد. هو انا بعمل ايه يا فندم هنا؟ انا بوصف الطريقة اللي هي بتاع يا جماعة اللي هي بتشتغل بيها. انا بوصف الطريقة اللي هي ايه؟ اللي هي بتشتغل بيها. يبقى هنا كويكلي ده ظرف، هارد ده ايه يا جماعه؟ ده ظرف. بوصف ايه؟ بوصف علي او بوصف هي؟ لا، بص كده معايا يا حبيب قلب خالتك انت وهي. هنا كويكلي ما بتوصفش علي، لا ينفع اقول لك علي كويكلي، علي بسرعه، انما انا بقول لك علي بيتحدث بسرعه، علي بيعوم بسرعه، علي بيجري بسرعه، علي بيحل الواجب بسرعه، علي بيحل المشاكل بتاعته بسرعه. يبقى انا بوصف حاجه هو علي بيعملها بسرعه معانا، تمام؟ فبالتالي هو هنا علي ايه؟ علي بيعوم جيدا، هي دي الاجابه الصح. بوصف الفعل بتاعنا، وبكده نكون فهمنا. طيب يا مستر احمد صلوا بينا على النبي. تاني جزئيه هقول لك، بص يا سيدي الناس، تاني جزئيه معايا يا جماعه بتيجي الظرف بتاعي بيجي قبل الصفه. واعتقد احنا واحنا بنشرح الصفه قلنا جزئيه زي دي معانا هنا دلوقتي. يعني اقول لك هنا ايه؟ الواد علي برضه احنا بنتعبه وانا بتعبه، بحب اسم علي ده خفيف كده ولذيذ.
بنضرب بيه الامثله كلها. علي is extremely exhausted. ايه ده معنى الجمله ايه؟ ثواني. he is quite مثلا quite يعني الى حد ما اقول لك هنا quite ايه؟ quite calm quite ايا كان quite tired. بص معايا. بص طارق، هو كلمة exhausted بمعنى ايه؟ مرهق او متعب. calm يعني هادئ. طب مستر هو انت مش ممكن تقول لي علي is exhausted، علي متعب جدا، ممكن تقول لي he is calm هو هادئ؟ اقول لك اه طبعا صح. امال ليه سيادتك استخدمت لي الظرف ده قبلها؟ اقول لك انا بستخدم الظرف قبل الصفة، حاجة هنعرفها برضو في اللي جاي، بس طالما انا كده جاي وقتها اقولها لك. بنستخدم الظرف قبل الصفة عشان احدد مقدار الصفة، كانت كتير ولا اقل، هو تعبان جدا ولا تعبان بحاجة بسيطة، وهكذا. دي حاجات بتبين مقدار الصفة بتاعتي اللي موجودة في الجملة. يعني سيادتك ممكن يا مستر أحمد أقدر أشيل كلمة extremely أو كلمة quiet هنا من الجملة؟ طبعا. بس طبعا أنا بقول لك ده مكان من الأماكن بتاع وضع الإيه يا أبطال؟ وضع الأدفيرب الظرف بتاعي. طيب صلوا بينا على النبي. لما أجي أقول لك هنا جملة رقم دي، إحنا كنا في رقم 2، يلا بينا على الاستخدام الثالث. الاستخدام التالت هقول لك ان هو الظرف ممكن نجيبه ما بين جزئي او شقي الفعل. اقرا كده معايا بعد اذنك. بين شقي او جزئي، خلينا نكتبها لك بخط اوضح. بين جزئي الفعل. بين جزئي يا جماعه، ايه هو جزئي الفعل؟ اللي احنا بنقول عليه الفعل المساعد، وايه كمان يا جماعه؟ الفعل الاساسي. ما هم دول جزئين. يا مستر احمد ما تديني مثال زي المثال اللي عندي ده يا شباب، صلوا بينا على النبي. لما اقول لك هنا ايه؟ I could، وطبعا احنا عارفين ان could بيجي بعدها الانفينيتيف. I could do my homework. I could انا استطيع ان افعل واجباتي. ممكن اجيب لك معاها كلمه ايه؟ بص كده معايا. successfully. I could ايه يا جماعه؟ successfully do my homework. انا استطيع عمل الواجب. بس لما جاب لك كلمه successfully معناها بنجاح. انا اقدر اعمل الواجب بتاعي بنجاح او بتقدم او بشكل ملحوظ. انت جبت لي الظرف هنا فين؟ جبت لك الفعل المساعد شلته وتاخرته عن الفعل الاساسي، وقمت جاي حاطط في النص كلمه ايه؟ الظرف المطلوب بتاعي للجمله بتاعتي. يعني على سبيل المثال جمله تانية لما اقول لك هنا ايه؟ جاسي، صح، جاسي is still، خلي بالك من كلمة still الظرف بتاعنا، doing her homework. جاسي ما زالت بتفعل الواجبات بتاعتها. هنا دلوقتي جبت لك still ما بين is اللي هو الفعل الأساسي، الفعل المساعد، والفعل الأساسي المين فيرب بتاعنا. طيب ده رقم 3. ورقم 4 طبعا احنا قلناها في الأول يا شباب، هو تقريبا دي رقم 4 أصلا يا شباب، احنا كده ايه؟ دي رقم 4. تمام؟ دي كده رقم 4 بالنسبة لنا، لأن رقم 4 الجزئية الأولانية اللي احنا قلناها إن هو بيجي في أول جملة أو ممكن يجي في آخرها. تمام؟ طب ما تجيب لي مثال يا مستر أحمد على آخرها. صلوا بينا على النبي. هكتبه لك أنا فين؟ هكتبه لك جنبها هنا، تمام؟ ولا أكتبه لك تحت؟ يلا عشان ما نلخبطش السبورة بتاعتنا وتبقى قدامكم واضحة. الظرف يأتي في أول أو آخر الآية أبطال الجملة. إزاي؟ صلي بينا على النبي. لما أجي أقول لك هنا إيه؟ الواد علي speaks، علي speaks الإنجليش، علي بيتحدث اللغة الإنجليزية. بص كده fluently. علي بيتحدث اللغة الإنجليزية بإيه؟ بفصاحة، بطلاقة. أنا جبت هنا الظرف فين يا جماعة؟ في آخر. نخش يا شباب ونبص على الجزئية اللي احنا عايزين نتكلم فيها بعد كده. ازاي؟ اقرا كده معايا. ازاي بكون الظرف يا مستر؟ واحد يقول لي يا مستر احمد انا عايز اكون الظرف. بكون الظرف ازاي؟ بعرفه ازاي؟ طبعا من الاعدادي واحنا واخدين ان الظرف بنجيبه عن طريق اضافه ال واي، وطبعا كنا قلنا ان ده القاعده الاساسيه، وعلى اساسها هيبدا يبقى فيه بعض الشواذ اللي احنا هنبدا ندرسها دلوقتي. يلا علشان ما بحبش الكلام الشفوي، فاول حاجه عندي طبعا هنا اهو بان احنا بنضيف اضافه اللي هي ابطال ال واي. اضافه اللي يا جماعه ال واي، زي على سبيل المثال لما اقول لك هنا مثلا شي سبيك، هي تتحدث. هابي، لا اقول لك ثواني، هابي ده صفه،
انا ما بوصفهاش، انا بوصف طريقه التحدث. وطبعا شي سبيكس هنضيف لها الاس عشان مفرد، يبقى بتتحدث بسعاده. يبقى بسعاده يبقى المفترض بتجيب لي هنا هابيلي، هي بتتحدث بيها يا جماعه بسعاده. يعني عندك هنا الظرف لما نيجي نجيبه من الصفه بنجيب الصفه زي ما جبنا لحضراتكم ونقوم جاي نضيف لها ايه يا جماعه؟ ال واي. عندك مثلا اقول لك هنا ايه؟ زي ران كويك، هما جريوا استنى سريعا ولا بسرعه؟ بسرعه. يبقى كويك هتبقى ايه؟ هتبقى كويكلي. يبقى هنا اول نقطه اللي احنا كلنا عارفينها ان الصفه الظرف بنجيبه من الصفه عن طريق ان احنا بنضيف له يا اساتذه؟ بنضيف له ال واي. واحد يقول لي يا مستر احمد طب ما انا في بوينت عايز اتكلم مع حضرتك فيها. اقول لك اتفضل يا سيدي. احنا عندنا صفات، في صفات بيكون اخرها اصلا ال واي. طب انا هعمل ايه في الحاله دي؟ اقول لك يعني ايه صفات اخرها ال واي؟ فين الصفات دي؟ اقول لك بص يا سيدي، كلمه زي كلمه فريندلي. يعني ايه يا مستر احمد كلمه فريندلي؟ يعني ودود. كلمه زي كلمه fatherly، كلمه زي كلمه motherly، كلمه زي كلمه brotherly، lively، اي حاجه elderly، كل الكلام ده بيبقى اخره ال واي. ولكن في الحالات دي اصلا صفات. طب انا هعملها ازاي؟ اقول لك يا عم الحاج والله ما تزعل، تعال انت عندك حق، ده فعلا عندنا صفات اخرها ال واي. هنعمل ايه يا مستر؟ اقول لك بص يا سيدي الناس، لما اقول لك هنا مثلا علي is friendly، علي يكون ودود. طبعا هنا بيجي يسألك يقول لك المكانة بتاعت كلمة friendly هنا ده ايه؟ adjective ولا adverb ولا noun ولا verb؟ يا ترى ديت جاي هنا يا حبايب قلب بمعنى ايه؟ بمعنى adjective، صفة. ولكن لما اجي احولها لظرف اقول لك هنا ايه؟ اقول لك بص يا سيدي الناس، اقول لك هنا علي بص كده speaks in، ركز على المصطلح اللي جاي ده، friendly way. مش فاهم يا مستر انت عملت ايه؟ اقول لك بص انا ما عملتش حاجه صعبه. الطريقه دي عشان احول الصفه اللي اخرها ال واي الى ظرف بجيب ان ومعاها كلمه way او معاها كلمه manner، معاها كلمه way او ايه يا جماعه؟ او manner اللي هي بمعنى كلمه طريقه. واحط في النص ايه يا جماعه؟ احط في النص الظرف بتاعي، احط في النص يا جماعه الظرف بتاعي. تمام؟ طيب يبقى هنا دلوقتي اقول لك علي speaks in a friendly way in a friendly manner، ايهما الاجابه صحيحه؟ يبقى انت اي حاجه يا مستر احمد بستخدم معاها نفس المصطلح، اي حاجه بتستخدم معاها نفس المصطلح. سهله؟ سهل. عندك استفسار تاني يا سيدي؟ قلت لي انا بلاقي بعض الصفات زيها زي الظرف، انا كرهت القاعده اللي مش عارف امشي فيها ازاي. اقول لك بص يا عم والله انت لك حق، هي قاعده اصلا محتاجه عيل دماغه شغاله، وانت الله اكبر عليك يا بحر المفهوميه. صلي بينا على النبي. خلينا نتكلم كده كام كلمه حلوين مع بعض. بص يا سيدي الناس، مش عارف اللون ده عايز اجيبه لكم مش عارف اجيبه ليه، ما علينا. بص، واحد بيقول لي يا مستر احمد انا ساعات بلاقي صفه هي الظرف، صفه هي الايه؟ هي الظرف. هعملها ازاي يا مستر احمد؟ اقول لك بص يا سيدي معايا، رقم واحد الصفه زي الظرف اهو، ادي العنوان اللي احنا بنتكلم فيه. هنحللها ازاي؟ بص يا معلم، كلمه زي كلمه هارد هي هارد صح؟ كلمه زي كلمه فاست هي فاست. كلمه زي كلمه مثلا ايرلي هي كلمه ايرلي. كلمه زي كلمه هاي انا بكتبهم لك كلهم عشان تبقى انت على الاقل تحفظهم لي. كلمه زي كلمه ليت هي بقى لها كلمه ليت وخلافه. كلمه زي كلمه ديلي يعني يوميا هي بتيجي لي برضه نفس الوضع. يا مستر احمد هعرفها ازاي؟ اقول لك بص يا سيدي عشان ما نتلخبطش، هديك مثال على واحده كده او اتنين وبعدها نبدا نفكر الحل بتاعنا بيمشي ازاي. بص يا حبيبي، هناخد مثلا كلمه زي كلمه هارد، كلمه من الكلمات الجميله. علشان اصلا هاجي اقول لك على حاجه دلوقتي، ان هارد لها ظرفين مش ظرف واحد. والله بص يا حبيبي، لما اقول لك هنا ايه؟ الواد علي is a hard worker، نقطه. الجمله التانيه قلت لك هنا ايه؟ الواد علي برضو ركز معايا كده works hard. من خلال اللي احنا شرحناه وقلناه واتكلمنا فيه، عايز سيادتك تقول لي يا ترى واحد علي از ا هارد وركر ولا علي وركس هارد؟ انهي ظرف وانهي صفه؟ عشان ما يجي يسالك بس يبقى انت عيل قد ده وقدود كده ما فيش حاجه تقف قدامك. يلا بص،
اتكلم على الجمله الاولى بالعربي. علي يكون، بص كده، وركر يعني عامل، يعني تقول لي علي يكون عامل، اقرا جاد. يبقى سيادتك انت بتستخدم لي كلمه هارد هنا كادجكتيف كصفه، فبالتالي دي هنا يا جماعه ادجكتيف، صح. انما لما اقول لك علي works hard يبقى علي بيعمل بجد. علي بيعمل بايه؟ هو انا هنا في الجمله الثانيه كلمه هارد بتوصف علي؟ اقول لك لا يا فندم. امال بتوصف ايه؟ بتوصف طريقه الايه يا ابطال؟ العمل اللي علي بيعمل بيها. يبقى هنا انا بوصف طريقه علي بيشتغل بيها. يبقى دي اسمها علي وركس هارد، دي اسمها ظرف. دي اسمها يا جماعه، دي اسمها ظرف. سهله ولا صعبه؟ طيب يا مستر انت قلت لي هتديني مثال كمان، مش هحرمك من المثال. بص اكزامبل نمبر 2. لما اقول لك هنا ايه؟ سيليا، اقرا الجمله دي كده. never comes late. سيليا عمرها ما بتيجي متاخر. عمرها بتيجي ايه؟ ما بتيجي متاخر. يعني ايه كلمه متاخر هنا يا شباب؟ late، صح. اقول لك هنا ايه؟ he was late yesterday. هو كان متأخر امبارح. ايه بقى اللي احنا عملناه؟ اقول لك ان كلمة ليت جت في مرة هنا بمعنى ان هي مجيئها متأخرا، انا بوصف الطريقة اللي جت فيها، ده ظرف. انما كلمة ليت شي ووز ليت هي كانت متأخرة، ديت هنا يا جماعة، ديت هنا صفة. وبالتالي يا جماعة احنا كده وصلنا للمعلومة بتاعتها. طيب واحد تاني بيقول له يا مستر احمد انا عندي مشكلة تانية. ايه يا عم الحاج؟ اقول لك بص يا سيدي، انا عندي ظرف الصفه، يعني الصفه عشان اجيب الظرف من الصفه بيبقى النمط بتاعه شاذ تماما، يعني ما ملوش قاعده. اقول لك ايه المشكله؟ ما احنا اتكلمنا في كذا نقطه فعلا كانوا مختلفين. بس بص، في هنا شواذ، في يا جماعه شواذ، كلمات كده باجي استخدمها او ممكن نقول عليها ظروف irregular، غير منتظمه. ظروف ايه يا جماعه؟ غير منتظمه. يعني ايه يا مستر احمد كلمه ظرف غير منتظم؟ بص معايا، كلمه جيد يعني ايه؟ جيد يعني جود يا مستر احمد. طب كلمه every day، every day يعني يا مستر احمد يعني كل يوم. طيب لا اله الا الله. طيب يا مستر، هو انا لو عايز اجيب كلمه جيد عايز اجيب منها الظرف بمعنى كلمه ايه؟ ما انتش عارف، صح. طب ما تيجي اعلمها لك عشان سؤال الرايت يا فالح. لما اقول لك هنا مثلا هي از ا جود بوي، هو ولد جيد اهو. he is a good player، هو لاعب يا جماعة، لاعب جيد. وجه قال لك هات لي الظرف، هتجيبها ازاي؟ هتقول لي هو مش احنا قلنا الظرف بيوصف الفعل؟ يا مستر. طب فين هو بيعمل ايه؟ اللاعب ده بيعمل ايه؟ بيرقص ولا بيلعب؟ بيلعب. يبقى لما تيجي تجيب الظرف منها تقول له هو يلعب بلايز. وهنا هنقف عند ازاي ان انا اعرف الظرف بتاعي. اقول لك يا دكتور، هو في الجمله بتاعتك بيقوم جاي يجيب لك جمله زي كده، يقول لك دخل لي كلمه ويل في الجمله، اللي هو انت بيقول لك حول الادجكتيف الى ادفيرب، حول الصفه الى ظرف. يبقى هنا على طول هتقول له هو يلعب، ما ينفعش تقول له هو يلعب جيد. جيد دي صفه، انا عايز اوصف الطريقه اللي بيلعب بيها. يبقى هي بلايز ويل، هو يلعب جيدا. هو يلعب ايه يا جماعه؟ جيدا. سهله ولا صعبه؟ طب نرجع بقى تاني هنا يا مستر احمد، انت قلت لنا جود، هنجيب منها الظرف اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو ويل. كلمه افري داي، خلي بالك افري داي لازقه في بعضها، عندها التصاق، مش هتخش حربيه. افري داي هنا لما نيجي نجيب الظرف منها بتجيب الافري، ركز معايا، بتاعت ظرف التكرار. every day every week every month every year وهكذا، بتفرد ما بينها كده شويه يبقى اصبح ده ظرف. انما لو جات لي هنا لازقه في بعضها دي صفه. عندي كمان حاجه اسمها اندور واوت دور، يعني بالداخل وبالخارج، او داخلي او خارجي. اندور واوت دور دي صفه، تمام. والصفه لازم يتبعها اسم، لازم يتبعها ايه يا جماعه؟ اسم. طيب لما اجيب الظرف منها يبقى ان دور هي برضه، لا اله الا الله. اما انت عملت يا مستر احمد ايه الاشتغاله دي بقى؟ واول دور هتبقى ايه؟ قلنا نمسح اول دور هتبقى ايه؟ هتبقى اول دور برضو يا راجل. طب احنا عرفناها ازاي؟ ما كده هي دي. هشيل الاسم، اعمل ايه؟ اقول لك عشان تشيل الاسم ده وتحولها من صفه زي ما هي موجوده بالقلم الاحمر مع حضرتك الى ظرف، بنضيف الاس اندورز واوت دورز. انا عايز افهم بمثال، تعالى. لما اقول لك هنا ايه؟ reading is my every day habit.
عادتي اليومية، دي هنا صفة. إنما لما أقول لك هنا I read newspaper، ركز معايا كده، every وبعدت قلت لك day، يبقى أنا بقرأ جريدة كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، وهكذا. صح ولا غلط؟ تمام. يبقى أصبحت هنا adjective وأصبحت هنا adverb. الله ينور عليا. طيب اندور واودور يا مستر. تعال كل حاجه هديك عليها امثله، مش هسيبك علشان يبقى احنا فرمنا القاعده باذن الله. ان شاء الله الفيديو تطلع منه تطلع تشرح القاعده لزمايلك. صلوا على النبي. لما اقول لك هنا مثلا هتكلم على اندور الاول بالداخل. لما اقول لك هنا مثلا تشيس الشطرنج is an indoor sport، يعني رياضة داخلية. يعني رياضة داخلية يعني احنا بنلعبها فين؟ بالداخل. طب يا مستر احمد انت جبت لي اندور زي ما حضرتك قلت لي فعلا، وجبت لي بعدها ايه؟ جبت لي بعدها اسم. انا عايز احولها من اسم، من صفة الى ظرف. بحولها ازاي من صفة لظرف؟ اقول لك يا سيدي بص معايا كده، we play chess indoors. يعني ايه؟ بص الكلمة الأولانية indoor sport دي معناها رياضة تلعب بالداخل، وصفتها، دي هنا صفة، دي هنا ايه؟ صفة. انما لما قلت لك هنا وي بلاي تشيس اندورز، اصبح ان هنا معناها نحن نلعب الشطرنج بالداخل، وده هنا جاي هنا في محل يا جماعة ادفيرب، ظرف. يا رب نكون فهمناها زيها طبعا زي كلمة ايه؟ او الدورز. يبقى انت عندك هنا بعض الصفات اللي انت سألتني عليها شبه بعضها، وقلت لك عليها هي تعمل حج، والشواذ بتاعتنا عرفناها، مفيش اي مشكلة. اخوكم احمد العزب بيرحب بيكم. بص يا سيدي، واحد يقول لي يا مستر احمد انا قابلتني كلمة غريبة وغشيمة ولغاية دلوقتي انا مش عارف افهمها، ايه يا سيدي؟ بص يا سيدي الناس، هو جه قال لك هنا ايه؟ بص يا حبيبي، عندي هنا كلمة late، لا اله الا الله، وعندي كلمة later، وعندي كلمة lately، وبص بقى الكلمة الأخيرة اللي هي ده، بص تي تي اي ار، later. يا خبر أبيض، إيه اللي أنت عامله ده؟ أقول لك بص يا سيدي، أنت ليك حق تتلخبط ما بينهم وتقول لي يا مستر ده الكلمات دي مربكة شوية. هعرفها إزاي؟ أو هركز عليها إزاي؟ صلوا على الحبيب. مبدئيا كلمة late وليتر وليتلي ولاتر، يعني انا مش حابب اشرحهم شفوي. يلا الاول اكتب لك عليهم امثله وبعد كده نبدا نشرح. بص معايا يا سيدي الناس على اول مثال عندي هنا، بقول لك هنا ايه؟ هي، او بقول لك مثلا it was. مثال تاني اقول لك هنا، نغير لك اللون، خلي اللون زي ما هو الابيض حلو. it was late، خلينا الكلمه كده تبقى بقلم مختلف. it was late at night. هشرح لك كل جزئية دلوقتي بس خليك معايا. we talked، نحن تحدثنا، late that night. مثال كمان الأبيض، I haven't met علي، وبعدين اقول لك هنا lately. المثال الاخير لما اقول لك هنا مثلا I met علي and اياد، تمام. قلت لك هنا ان علي is a doctor، علي يكون دكتور، تمام. اياد هنشيله. اقول لك هنا the latter is an engineer. صلى على النبي. اول واحده عندي هنا يا شباب، لما جيت قلت لك it was late at night، كلمه it was late هنا يا شباب هنشتغل بقى بالقلم الاخضر. يلا نمشي واحده واحده. it was late يعني ايه it was late؟ يعني احنا استخدمنا كلمه late هنا جايه بمعنى انه كان الوقت يا جماعه متاخر. it was late كان الجو متاخر معانا بالليل. الجمله الثانيه we talked late that night، we talked late نحن تحدثنا. late هنا خلي بالك ما بيوصفش نحن،
بيوصف هنا توك الطريقه اللي احنا ايه اللي احنا تحدثنا بيها، يعني معناها ده ظرف جاي بمعنى تحدثنا في وقت يا جماعه، في وقت متاخر، ده ظرف زمان. طب I haven't met علي lately اللي احنا استخدمناها في البريزنت بيرفكت المضارع التام لما كنت بقول لك انا ما شفتوش مؤخرا او الفتره الاخيره دي او حديثا، يعني بقى لي فتره كده ما شفتوش. طيب بص معايا، انا بقول لك انا قابلت علي وقابلت اياد. علي واياد، علي دكتور، اياد مهندس. انا بدل ما اقول لك اياد قلت لك the latter is an engineer، يبقى كلمة latter معناها تاني اسم تم ذكره في الجملة. I speak Arabic and English، أنا بتحدث اللغة العربية واللغة الإنجليزية. Arabic is an easy language، لغة عربية تكون لغة سهلة. The latter is more difficult than Arabic، تكون أكثر صعوبة منها. The latter دي عايدة على مين؟ على تاني اسم أنا إيه؟ أنا شفته. طيب يا مستر أحمد إحنا كان عندنا كلمة later. later يعني إيه؟ فيما بعد. زي ما إحنا عارفين المثال بتاعنا اللي إحنا كنا بنقوله دايما هنا للواحد، أقول له هنا إيه؟ see you later، أشوفك أراك فيما بعد. أراك يا جماعة فيما بعد. وبكده نكون خلصنا تاني جزء عندنا في اليونت بتاعتنا. يا رب تكون انت ماشي معايا مركز، مفيش مشاكل مفيش قلق، ركز معايا. احنا كده لغايه دلوقتي اتكلمنا على ازاي بنكون الظرف، تمام، وعرفنا ستيب باي ستيب من الظرف الاساسي والتكوين الاساسي لغايه ما عرفت النقط الشاذه خطوه بخطوه بتضيف ال واي وخلافه لغايه ما قدرنا نوصل لايه للاخر الجمل اللي احنا شرحناها دلوقتي. يلا بينا بقى ننتقل على نقطه تانية يا شباب مع بعض برضو في قلب شرح الجزء الخاص بالظرف. نخش يا شباب على الجزء اللي جاي بعد كده، جزء سهل جدا كلكم عارفينه. يعني احنا خلاص اصعب حاجه في القاعده الحمد لله خلص، مفيش حاجه صعبه، مشينا خطوه بخطوه. بص يا سيدي، انا عايز استخدم لك هنا معايا انواع الظرف. ايه انواع الظرف؟ بص يا حبيبي، هعمل لك كده كذا حاجه كده ونشتغل عليهم باذن الله مع بعض. افكرك، كان في عندي ظرف درجه صح، كان في عندي ظرف الكيفيه للطريقه اللي بتعمل بيها الحاجه، كان في برضو عندي ظرف التكرار، كان في عندي ظرف زمان، كان في عندي ظرف مكان، حاجات كتير كده. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وناخدهم. وخلي بالك بيجي لك في الثانويه العامه في النظام الجديد بيسالك على اسم الظرف، على اسم النوع. يعني هنا مثلا اول نوع هتكلم معاك فيه هنا اللي هو الادفيرب، adverbs of manner. يعني يا مستر احمد ظرف الكيفيه. يعني ايه كيفيه؟ يعني على سبيل المثال جاي بقول لك مثلا ايه، انت جاوبت السؤال ازاي؟ بسرعه. انت جيت ازاي؟ مسرعا. انت عملت كذا ازاي؟ بالشكل الفلاني. انت بتوصف طريقه عمايلك للحاجه، ده اسمه ظرف الكيفيه. تاني، ظرف الكيفيه اللي هو المانر، كيفيه فعلك للشيء. يعني ايه كيفيه فعلك للشيء؟ بص معايا كده مثال باللي هنكتبه لك هنا باللون القلم الاحمر. لما اقول لك هنا ايه، I did، ركز معايا، very well in the exam. انا اديت اداء كويس جدا في الامتحان. كلمة اديت اداء جيد جدا على فكرة very well، الاتنين ظرفين موجودين مع بعض اهو. ده حاجة اعرفها لك ان الظرف بيوصف فعل، الظرف بيوصف صفة، الظرف بيوصف ظرف زيه، والظرف بيجي في اول الجملة او في نهايتها زي ما اتفقنا. طيب يبقى انت هنا دلوقتي انت بتعمل، انت طريقة ادائك في الامتحان كانت ايه يا مستر احمد؟ كانت very well، جيد جدا، انا كنت ممتاز في اداء الامتحان. واحد يقول لي هنا مثلا مثال كمان يا مستر معلش، اقول لك يا سيدي ماشي، بص مش هحجم عليك، ناخد كذا مثال كده لكل حاجه. بص يا حبيب قلبي، لما اقول لك هنا مثلا ايه، علي، اقرا اللي احنا خدناه في الاول خالص، quickly closed the door. علي لقى في حد بيجري في الشارع، خاف قام جاي راح بسرعه قفل الايه، قفل الباب. هو انا هنا بوصف طريقه كيفيه قفلان علي لمين؟ للباب. يبقى هو هنا هتقول لي هنا ايه، هو اجاب على السؤال بسرعه. بسرعه دي ظرف ايه يا جماعه؟ adverb of manner، ظرف كيفيه. هو قفل الباب بسرعه، وقفل الباب بالراحه، هو جاوب السؤال بسعاده. دي طريقه عمل بها الشيء. طيب ده اول حاجه يا شباب عندي، رقم واحد. رقم اتنين يا مستر احمد ناخدها بالقلم الايه، بالقلم الاخضر، adverb of place، اللي احنا خدناهم قبل كده يا شباب، اللي هم ظرف المكان. وطبعا ظرف المكان دي حاجة معروفة،
ما فيهاش ايه، ما فيهاش كلام دي. زي مثلا ما كنت بقول لك هنا ايه المثال اللي احنا كاتبينه من شويه. I played، انا لعبت مثلا تنس. انا لعبت تنس فين يا جماعه؟ اوت سايد. انا لعبت تنس فين؟ بالخارج. اقول لك هنا مثلا I met نور، انا قابلت نور nearby، يعني قابلت نور بالمكان المجاور. يبقى هنا دلوقتي outside، والكلام اللي احنا جبناه هنا ده كله بيعبر لك على المكان اللي انت قابلت الشخص ده فيه. انا لعبت تنس outside، انا لعبت تنس بالخارج. انا قابلت نور nearby في مكان مجاور او في مكان قريب. يبقى انت بتتكلم برضو هنا على ايه؟ على المكان. طيب يا مستر احمد تمام. الظرف الثالث، ما تيجي ناخد ظرف كلكم عارفينه، كلكم سهل بالنسبه لنا، اللي هو ظرف الزمان، اللي هو بيقولوا عليها adverbs of time، ظرف الزمن. يعني ظرف الزمن يا عم ده مش محتاج كلام بقى طبعا. اللي هو لما كنت بقول لك مثلا انا قابلت علي امبارح، قابلت علي اول امبارح، قابلت علي النهارده، هقابله بكره، ده كله ظرف يا جماعه، ظرف زمان. زي المثال اللي عندي هنا، اقول لك هنا ايه؟ I met علي، انا قابلت علي yesterday. مثلا ممكن اقول لك هنا ايه؟ I will visit او I will see نور soon، انا هشوف نور قريبا. هو هنا فين الظرف؟ مرة جبت لي كلمة yesterday، مرة جبت لي كلمة soon. كل ديت adverbs، ظروف موجودة عندي باختلاف هو ظرف طريقة manner، ولا ظرف مكان place، ولا ظرف زمان ظرف adverb of time. ده نمبر 3 معانا. طب ما تيجي ناخد نمبر 4 اللي احنا خدناها في الاعدادي، اللي احنا كنا بنقول عليها الادفيربس of frequency، ظروف التكرار. وطبعا كلنا عارفين ظروف التكرار. لما كان حضرتك بيجي يقول لك هنا ايه يا شباب؟ صلوا على النبي كده الاول معايا. ظرف التكرار لما كنت بقول لك هنا I always play tennis، انا دايما بلعب تنس. طبعا الاي لا مش هنضيف لها الاس. I always play tennis، تمام، play tennis. طيب في نقطة بقى طالما احنا ذكرناها واحنا قلناها وانت المفترض خارج لي من الاعداد عارف، بس في الغالب بعض الشباب بيتلخبط فيها. بيجي لك في الامتحان يقول لك I always play، ركز معايا بالله عليك يا رجال، يا بنات ركزوا معايا بالله عليكم، ولا I play always. اقول لك هو ايه الفرق؟ ما هو كده كده جاب لي ظرف التكرار. اقول لك لا، ظرف التكرار بيجي، بص كده يا حبايب قلبي هكتبها لك اهو، قبل الفعل الاساسي. قبل الفعل الايه؟ الاساسي. الفعل الاساسي اللي هو يلعب، ياكل، يشرب، ينام والكلام ده، ده اسمه المين فيرب. المين ايه؟ المين فيرب. فبالتالي ظرف التكرار ده يجي قبلها، فبالتالي دي صح انما دي غلط. طب بس تعالى اقول لك على حاجه، بص بص بص، شايف الجمله دي كده؟ لما اقول لك هنا ايه؟ علي is always active، ولا اقول لك علي برضو نختار هيجي لك بالشكل ده always is active. اقول لك يا معلم شفت دي؟ كنت بقول لك ان ظرف التكرار، ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الايه؟ الاساسي، ولكن بعد verb to be. بعد ايه يا اساتذه؟ verb to be، بتيجي بعد verb to be. يعني ايه يا مستر احمد افهمها ازاي ديت؟ اقول لك يا سيدي هي مش محتاجه فقاقه يعني. بص هقول لك انا على حاجه، ولكن بعد verb to be. يعني قصدك ان هي لما يجي لي از وظرف تكرار، ولا ظرف تكرار واز؟ اقول لك دي كده غلط، الصح بتاعي فيرب تو بي يجي الاول. يبقى هنا ده اسمه ظرف ايه يا جماعه؟ ظرف التكرار. طيب يا مستر احمد شكرا انت وضحتها لنا من الاعدادي. يلا ناخد على نمبر 5. نمبر 5 عندي سيادتك هنا بقى، واخر واحد هتكلم فيه في الانواع. اقرا معايا كده adverbs of degree. adverbs of degree يعني ظروف ايه يا جماعه؟ ظروف الدرجة. يعني يا مستر احمد كلمة ظروف الدرجة، ودي بقى اللي هتاخد مننا وقت شوية في الشرح الشوية اللي جايين بقى. يعني نمبر 5 دي انا سايبها لك للاخر، هنتكلم فيها باستفاضة شوية. بصوا على الجملة دي كده، احنا كتبنا مثال زيها في الاول. he is extremely tired، او he was quite calm، هو كان هادئ الى حد ما. هنا ادي ظرف وهنا ادي ظرف. لا اله الا الله. طب مش احنا يا مستر احمد كنا بنقول ان احنا ممكن نقول he is tired او he was calm؟ طب انت ليه حضرتك جبت لي الظرف هنا؟
ما انا يا ولا قلت لك ان ده ظرف ايه الدرجه، وانا بشرحها لك من تلت ساعه كده ولا ربع ساعه، قلت لك ان ظرف الدرجه عشان بيحدد الدرجه او مقدار الايه يا جماعه، مقدار الايه الصفه. يا ترى انا تعبان قوي ولا تعبان شويه وشويه ولا نص نص ولا قليل جدا ولا ايه؟ تمام. طيب بس قبل ما اخش على اللعبه بتاعه الظروف ديت، ودي هتبقى اخر بوينت هنتكلم فيها ان شاء الله، هقول لك على جزئيه صغيره انا عايزك تعرفها لي. صلى على النبي. في حاجه هنا جمله زي كده بقول لك هنا ايه، خلي بالك بالله عليك، الجزئيه اللي جايه دي مهمه قوي والله، مهمه قوي، بتيجي كتير في ثالثه ثانوي وبتلخبطني. بص يا شباب، لو انت ما انتش مركز عليها طبيعي انك هتقع وهتتلخبط. فاحنا ولادنا بقى وبناتنا رجاله، مفيش حد عندنا ان شاء الله هيتلخبط. اولا لما اجي اقول لك جمله زي كده شي، لا ده مش باين، همسحه لكم ونكتب بخط تاني. مش عارف انا بقعد العب ليه في الالوان، شغل عيال صغيره والله العظيم، فرحانين بالبتاع. ماشي ما علينا. شي، حلو اللون ده، انا بحب انا الحاجات الفوقع دي. she never، ماشي، visits Paris، هي عمرها ما زارت باريس. عايز تقول لي ايه؟ طبعا لازم هنضيف الاس عشان شي مفرد. طيب شكرا يا سيدي. عايز تقول لي بقى؟ بقول لك عمرها ما زارت باريس. انا عايز اقول لسيادتك حاجه صغيره. ممكن ابدا بنيفر. نعم يا اخويا، ما شفتهاش دي قبل كده. والله بس بص على النبي. هنا عايز اقول لك ان ظرف التكرار لما بيجي يسبق الفاعل، تاني كده سمعها لي، بيسبق الايه؟ بيسبق الفاعل. بعمل حاجه اسمها الانفيرجن، عمليه الاقلاب. شايفك تنحت وشايفك تنحتي وقعدت طولته. احنا ماشيين خطوه بخطوه، وكل ده اللي انا بشرحه مش هتفهمه صح اكتر الا لما تسمع فيديو الحل اللي لسه هينزل لك ان شاء الله بعد ما تسمع فيديو الشرح. اولا يا حبايب قلبي، لما تيجي تبدا وتحب تبدا بكلمه نيفر، انا بعمل عمليه. هعملها ازاي لو انا عايز ابدا بقى بكلمه نيفر؟ بص يا ابطال، ابدا بكلمه نيفر هنا بس ليها اساسيات عندي لازم ابقى عارفها. اولا كلمه نيفر واخواتها اللي هكتبهم لكم دلوقتي بعمل عمليه الاقلاب. يعني ايه اقلاب؟ يعني سيادتك بتشوف الفعل المساعد المناسب للجمله وتجيبه بعد نيفر اكنها اداه استفهام. طب ما تيجي تبص على الجمله بتاعتي، بيقول لك شي نيفر فيزيتس، هي عمرها ما زارت باريس. الجمله دي في المضارع البسيط، فبالتالي الفعل المساعد بتاعها لا اما دو لا اما داز، في اس يبقى داز، يبقى هتقول لي هنا نيفر داز، وبعدها طبعا بتجيب السبجكت بتاع الفاعل اللي هو شي، يبقى نيفر داز شي، والانفينيتيف بتاع المصدر فيزيت باريس، هي عمرها ما زارت باريس. كده احنا عملنا عمليه الانفيرجن للجمله بتاعتي. ولكن يا مستر احمد، ما هو انت كده برضو سبتني تايه. هو ايه الحاجات التانية اللي ممكن تجيلي وتوقعني وخاصه بعمليه الانفيرجن وعايز افهمها؟ بصوا معايا، صلوا بينا على النبي، هكتبها لحضراتكم وعايز كل واحد فيكم يبقى مركز، او اكتبوها معايا او خدوا منها سكرين. اول حاجه عندك كلمه كلنا عارفينها، كلمه سيلدم اللي هي بمعنى نادرا. كلمه